انا بشتغل شغلانه بكرهها بس مرتبها كويس عشان اهلي بيضغطوا عليا ازاي اوازن بين مسؤولياتي وطموحي. بص يا صديقي، المعادله دي من اصعب المعادلات اللي ممكن اي حد يواجهها في حياته، ومفيش حد عنده حل سحري لحاجه زي دي لان احنا ظروفنا واسلوب حياتنا مختلف عن بعض. اولا، ما تجلدش نفسك. كونك بتشتغل شغلانة انت مش بتحبها ده مش معناه ان انت فاشل او ضعيف، ده معناه ان انت راجل وبتتحمل المسؤولية، او بنت بمية راجل وبتتحمل المسؤولية برضه. تاني حاجة، حاول ما تدفنش طموحك كله، واسأل نفسك هل ممكن تلاقي ساعة او ساعتين في اليوم، او حتى كام ساعة في الاسبوع كله تشتغل فيها على الحاجة اللي بتحبها ونفسك تعملها. تالت حاجة، هل ممكن تتكلم بصراحة مع أهلك عن اللي جواك وتشوفوا مع بعض إزاي ممكن تخف الضغط ده عليك شوية، او ازاي مثلا هم ممكن يدعموك في ان انت تاخد اول خطوة ناحية طموحك. وانا كلامي هنا مش معناه دعم مادي، انا بتكلم ان هو حتى يبقى دعم معنوي. رابع حاجة، فكر في الجراي اريا. ممكن مثلا تطور مهاراتك في مجالك الحالي عشان توصل فيه لمنصب احسن، ضغط الشغل ممكن يبقى فيه اقل. الخلاصة يا صديقي ان التوازن صعب طبعا بس هو مش مستحيل، فما تستسلمش لاحساسك بالحبسة اللي انت فيها، وما تنساش انك تستاهل انك تكون مبسوط وراضي عن حياتك.